ريحة غريبة بدأت تطلع من غرفة البواب اللي في الدور الأرضي. في الأول الناس كانت متجاهلة الموضوع، معتبرينه حاجة بسيطة، لكن مع الوقت الريحة بقت تقلب المعدة، تخلي أي حد يقرب من الشقة يقفل مناخيره. لما السكان قرروا يواجهوا الحقيقة كانت الصدمة أكبر من أي توقع. عم حسن ومراته نبوية كانوا ميتين في سريرهم، جثتين بقالهم أيام محدش يعرف عنهم حاجة. مفيش أي صوت كان بيطلع من الغرفة، حتى مسعدة بنتهم اللي دايما كانت حواليهم اختفت، وكأن الأرض بقى. المشهد كان قاسي، الجثتين في حالة تعفن، والريحة كانت بتشهد على الأيام اللي عدت من غير ما حد يسأل عنهم. ازاي الناس في البرج ده كله ما عرفوش حاجة عن حسن ونبوية؟ ازاي اختفوا في صمت وفضلوا كأنهم مش موجودين؟ الأسئلة كانت كتير، والجواب الوحيد كان في الريحة اللي فضلت تملى المكان. حابب تعرف قصة عم حسن ونبوية؟ خليك معانا في القصة الكاملة. 2014 في القاهرة حصلت الحادثة لعم حسن ونبوي. بس علشان نفهم القصة خلينا نرجع شوية لورا. 2010 عم حسن كان راجل صعيدي ابن بلد، جاي من سوهاج، مفارق أهله وناسه، جاي القاهرة على أمل يلاقي فيها لقمة عيش تفتح ليه باب رزق. معاه بنته مسعدة، بنت جميلة وشابة لسه ما كملتش 17 سنة، لكن من أول نظرة تعرف إن هي بنت جدعة وبنت ناس، تربيتها صعيدية متينة. واللي خلاه يسيب بلده وناسه إن أم مسعدة اتوفت، فما قدرش يقعد في البلد، قرر يسافر القاهرة. حسن قرر يشتغل بواب على برج سكني ضخم في حي راقي في قلب القاهرة. البرج كان زي القصر بالنسبة له، عالم مختلف تماما عن البلد. سكانه ناس من نوعية تانية، لبسهم، كلامهم، طريقة تعاملهم كلها حاجة جديدة عليه. ورغم كده حسن كان عارف إن الشغل مش عيب، بالعكس كان شايفه فرصة ليه وللبنت اللي معاه. لكن مع كل يوم بيعدي حسن كان حاسس بشيء غريب، زي ما تكون القاهرة دي مش مجرد مكان للشغل، لا، دي مدينة مليانة أسرار وحكايات. مسعدة اللي كانت طول عمرها بنت هادية وملتزمة بدأت تشوف الدنيا بشكل مختلف. عيونها كانت بتلمع كل ما تبص للمدينة الكبيرة دي. وعم حسن رغم إن هو راجل قوي كان قلبه على بنته أكتر من أي حاجة تانية، خايف عليها من اللي جاي. وفي وسط زحمة المدينة الأحداث بدأت تتسارع. حياة عم حسن ومسعدة هتتقلب، والدنيا هتوريهم وشوشها الحقيقية. الشغلانة اللي كانت بسيطة في البداية طلعت وراها قصص كتير مش متوقعة. بعد ما استقر عم حسن في غرفة البواب في البرج وبدأ يتعود على حياته الجديدة في القاهرة، أصحابه البوابين بدأوا يفتحوا معاه كلام عن حياته الشخصية. يا عم حسن، انت راجل لوحدك والبنت مسعدة كام سنة وتتجوز وتسيبك، لازم تفكر في حد يشوف مصالحك ويقف جنبك. طبعا حسن كان شايل هم البنت، خايف من يوم ما تسيبه. فكرة الجواز ما كانتش بعيدة عن تفكيره. في يوم واحد من البوابين قال له احنا عارفين لك عروسة مناسبة، بنت بواب صاحبنا اسمها نبوي، بنت كويسة تعرف تدير البيت وتشوف طلباتك. حسن فكر في الكلام وقال لنفسه ليه لا، هو كان محتاج واحدة تساعده، والدنيا في المدينة الكبيرة ما كانتش سهلة. خذ نبوية بسرعة من غير ما يسأل كتير، لكنه ما كانش يعرف إن سمعتها في الحتة مش أحسن حاجة. بعض الناس كانوا بيتكلموا عليها من وراه، لكن حسن بطبيعته الطيبة ما كانش بيشك في حد، كان فاكر إن اللي جاي كله خير. نبوية دخلت حياته وبدأت تتحكم في تفاصيل البيت، لكن اللي حسن ما كانش يعرفه إن الأيام الجاية كانت مخبية ليه أسرار هتغير حياته. نبوية من يوم ما دخلت حياة عم حسن كانت بتتصرف بطريقة غريبة، بس هو ما كانش واخد باله، كان فاكر إن هي بتحاول تسيطر على البيت وتثبت نفسها، لكن الحقيقة إن هي كانت بتمثل دور الزوجة المطيعة قدام حسن. وورا ظهره كانت ليها علاقات مع شباب ورجالة من البر، ناس كانت تدخل وتخرج. مسعدة اللي طول عمرها عينها صاحية وبتاخد بالها من كل حاجة بدأت تلاحظ التصرفات دي. في الأول حاولت تقنع نفسها إن يمكن تكون فاهمة غلط، لكن كل يوم كان بيعدي كان بيأكد ليها الشكوك اللي جواها. مسعدة كانت ذكية ومش سهل حد يضحك عليها، لكن لما اتأكدت إن نبوية بتخونه قلبها اتقل. نبوية كانت بتعامل مسعدة بقسوة،
بدأت تتحكم فيها وتقلل من شأنها قدام الناس. كل ده كان بيحصل من غير ما حسن يحس بحاجة. لما مسعدة واجهت نبوية وقالت لها إن هي عرفت اللي بيحصل، نبوية اتجننت. بدأت تهددها، كانت بتقول لها لو فتحتي بقك وقلت لأبوكي هخلي حياتك جحيم، هوقعك في مشاكل ما تخلص. مسعدة كانت عارفة إن أبوها لو عرف الدنيا كلها هتتقلب، حياتهم اللي لسه مستقرة هتتبخر في لحظة. بدأت الصراع بين الاتنين، ومسعدة مش عارفة تعمل إيه، تقول لأبوها وتخسره ولا تسكت وتتحمل اللي بيحصل. وفي يوم جالها عريس، ابن بواب من البرج اللي جنبهم. العريس كان شاب بسيط زي أهله وعايز يتجوز بنت ناس طيبين. لما نبوية عرفت إن في حد متقدم لمسعدة، فرحت بطريقة مريبة. شافت في الموضوع فرصة ذهبية تتخلص بيها من البنت اللي كانت عاملة ليها صداع وتهديد، خصوصا بعد ما عرفت سرها. نبوية بدأت تلعب لعبتها وراحت لعم حسن تقول له: ايه يا راجل، البنت خلاص كبرت وجالها عريس كويس، ايه اللي مستنينه؟ وافق بسرعة، دي فرصة حلوة، العريس محترم وابن ناس. حسن اللي كان دايما شايل هم مسعدة ومستقبلها حس ان الجوازة دي ممكن تكون الحل المثالي لبنته. هيلاقي البيت لبنته وتبقى في امان، وهو يقدر يكمل حياته مع نبوية من غير ما يفضل قلقان على مسعدة. نبوية كانت بتضغط عليه عشان يوافق بسرعة من غير ما يفكر كتير. فعلا حسن اقتنع بكلامها، ما كانش يعرف ان نبوية عايزة تخلص من مسعدة بأي طريقة عشان تبعدها عن البيت وتخلص من العين اللي شايفة كل حاجة. مسعدة كانت حاسة ان في حاجة غلط، لكن ابوها وافق على الجوازة دي. الفرحة اللي شافتها في عينيه خلتها تفضل ساكتة. نبوية لما شافت إن مسعدة لسه مترددة وبتفكر تقول لحسن عن اللي شافته، قررت تلعب بأخبث ورقة عندها. في يوم نادت على مسعدة وقالت لها بصوت مليان تهديد: بص يا بنت، لو فكرتي تفتحي بقك وتقولي له أي حاجة أنا هتبلى عليكي، هقول لأبوكي إنك أنت اللي كنت بتروحي تقابل رجالة في الخباثة، وإنك أنت اللي شفتك مع حد مش. الكلام ده نزل على مسعدة زي الصعقة. نبوية قلبت الطاولة تماما، خلت مسعدة تحس إن هي في مأزق كبير. كانت عارفة إن أبوها هيثق في كلام نبوية أكتر منها، خصوصا إن نبوية خلاص كسبت ثقته وسيطرت على حياته وعلى دماغه. مسعدة كانت عارفة إن حسن مش هيستحمل يسمع حاجة زي دي عنها، هيخرب الدنيا لو صدق التهم دي. الخوف كتم صوت مسعدة وخلاها تقف عاجزة، بقت مش عارفة تعمل ايه، خايفة على سمعتها قدام ابوها ومش قادرة تواجه نبوية اللي مسكتها من رقبتها بالتهديد. بعد ما مسعدة اتجوزت وخرجت من البيت، نبوية شافت ان مفيش حد بدأ يراقبها او يقف في وشها. بدأت تاخد راحتها في الشقة، تجيب اللي هي عاوزاه من الشباب والرجالة اللي كان ليها علاقات معاهم. بقت الدنيا على مزاجها. حسن كالعادة ما كانش واخد باله من حاجة، كان بيفضل في الشغل أو مرهق. نبوية كانت بتستغل كل لحظة لحد ما تتحكم في حياته كلها. وفي يوم من الأيام سكان البرج بدأوا ياخدوا بالهم إن حسن ونبوية مختفيين. 5 أيام عدت من غير ما حد يشوفهم، لا حسن على باب البرج زي العادة، ولا نبوية طالعة نازلة تشتري طلبات أو تتكلم مع حد من أهل العمارة. الناس في الأول كانوا فاكرين إن هم سافروا البلد زيارة من غير ما يقولوا لحد، خصوصا إن هم لقيوا باب الشقة مقفول من بره بالقفل. الكلام عن غيابهم بدأ يزيد بين السكان، وكل واحد بيقول كلام مختلف. بعضهم قال إن حسن يمكن سافر فجأة، والبعض التاني قال يمكن عندهم ظرف طارئ في البلد، لكن مفيش حد كان متوقع إن غيابهم يخبي وراه سر خطير. الريحة اللي كانت هتطلع من الشقة بعد أيام قليلة كانت هتبقى أول خيط في كشف الحقيقة المرعبة اللي محدش كان يتخيلها. لما الريحة الكريهة بدأت تنتشر في البرج، السكان بقوا مش قادرين يتحملوا الوضع. كل يوم الريحة كانت بتزيد وجاية من شقة حسن ونبوية. الناس فضلوا يستنوا على أمل إن هم يرجعوا أو يظهروا فجأة، لكن مفيش أي علامة تدل على وجودهم. في النهاية قرروا يتصرفوا واتصلوا بالشرطة. الشرطة لما وصلت بسرعة وبدأوا يتفحصوا المكان، الباب كان مقفول من بره بالقفل، فاضطروا يكسروا الباب علشان يدخلوا. ولما دخلوا كان المشهد صادم جدا. في غرفة النوم لقوا جثتين متحللين لعم حسن ونبوية، واضح ان هما مقتولين من ايام.
الغرفة كانت مليانة دم في كل حاجة، وكل حاجة متلخبطة. حسن كان نايم جنب نبوية على السرير. أجسادهم كانت في حالة متحللة بشكل مخيف جدا، كأنهم ميتين من فترة طويلة. الريح كانت بتشهد على الأيام اللي عدت وهم في الشقة من غير ما حد يعرف عنهم حاجة. الشرطة بدأت التحقيق فورا. ازاي حصل كده؟ مين ممكن يكون ورا الجريمة البشعة دي؟ الأسئلة كانت كتير، الأجوبة كانت لسه مستنية تطلع مع كل خطوة في التحقيق. كل سكان البرج كانوا في حالة صدمة. محدش كان فاهم ازاي الناس اللي عايشة جنبهم بقالهم سنين اتقتلوا بالطريقة دي من غير ما حد ياخد باله. الشرطة بدأت تحقيقاتها بشكل مكثف. ابتدوا يستجوبوا كل سكان البرج، يسألوهم عن آخر مرة شافوا فيها حسن ونبوية، وعن أي حاجة مريبة حصلت في الفترة اللي فاتت. الشكوك كانت بتزيد مع كل سؤال، لكن مفيش حد كان عنده إجابة واضحة. الكل كان فاكر إن هم سافروا البلد، خصوصا إن الباب كان مقفول من بره وكأن حد خرج وقفل. بعد شوية الشرطة طلبت مسعدة بنت حسن عشان يستجوبوها. لما جت وسألوها عن سبب غيابها وعدم زيارتها لأبوها طول الفترة اللي فاتت، كانت إجابتها واضحة: أنا لسه متجوزة من قريب وما كنتش بقدر أجي كتير عند أبويا، كنت مشغولة في بيتي الجديد. الشرطة اتقبلت ده بشكل مبدئي، لأن منطقي إن بنت لسه متجوزة هيكون عندها مسؤوليات جديدة ومش بتزور أهلها كتير زي الأول. لكن برغم كلامها اللي كان مقنع في الأول، ضباط التحقيق بدأوا يسألوها أسئلة أدق. إزاي مفيش تواصل حصل بينكم؟ مفيش مكالمات؟ مفيش قلق لما سمعتي إن هم اختفوا؟ مسعدة كانت بتحاول تشرح إنها كانت مشغولة، وإن هي على طول متعودة إن أبوها بيسافر فجأة من غير ما يقول، خصوصا إنه كان مرتبط بالبلد، فلو حصل أي حاجة فكان بيسافر وممكن يقول لها لما يسافر. التحقيقات كملت، وكل خطوة كانت بتقربهم أكتر من كشف الحقيقة الغامضة اللي ورا الجريمة دي. أثناء التحقيقات بدأت الشرطة تجمع معلومات عن نبوية وسلوكها في الفترة الأخيرة. بعض سكان البرج اللي كانوا مهتمين بمشاكل الجيران بدأوا يتكلموا عن شائعات سمعوها عن نبوية. كانوا بيقولوا إن هي كانت بتقتل رجالة في الخارج وعلاقتها كانت مش كويسة. الكلام ده بدأ يلفت انتباه المحققين وخلاهم يشكوا إن نبوية يمكن تكون ليها علاقة بالجريمة نفسها. الشرطة استدعت بعض الشهود اللي شافوا نبوية مع رجالة في فترات مختلفة. المعلومات كانت بتتزايد، وبدأوا يجمعوا خيوط تكوين صورة أكبر عن حياتها. كل واحد كان عنده تفاصيل صغيرة، لكن لما اتجمعوا مع بعض بانت الصورة واضحة، والشكوك حوالين نبوية كبرت بشكل كبير. ومع استمرار التحقيقات تم استدعاء مسعدة مرة تانية. المحققين سألوا عن علمها بعلاقات نبوية، وأجابت بشكل غير متوقع: كنت عارفة إن هي مش من النوع العادي، بس كنت مش قادرة أواجهها أو أقول لأبويا. الكلام ده زود الضغط على مسعدة، وبدأت الشرطة تشك إن هي كانت تعرف أكتر من اللي بتقول. أثناء التحقيق كان كل سكان العمارة موجودين وبيشهدوا على الأحداث، لكن الغريب إن أولاد راجل أعمال ساكن في البرج ده كانوا مختفيين تماما. رجال الشرطة لاحظوا غيابهم، وده كان مثير للشكوك. كل الناس كانت بتتكلم عنهم، لكن محدش شافهم أو سمع عنهم خلال الفترة اللي حصلت فيها الجريمة. التحقيقات استمرت، والشرطة قررت تستدعي والدهم رجل الأعمال المعروف. لما جه بدأوا يسألوه عن أولاده ومكانهم. كان متفاجئ وقال لهم إنه مش عارف عنهم حاجة، إن هم مش قاعدين في البيت ليهم فترة، ممكن يكونوا في مكان تاني. لكن لما استفسروا أكتر اتأكد المحققون إن في حاجة مش مظبوطة. رجل الأعمال كان عنده سمعة مش كويسة، وعلاقاته مش محصورة في إطار الأعمال بس. الشرطة بدأت تشك إن أولاده ممكن يكونوا ليهم علاقة بالحادثة، خصوصا مع الصداقات المشبوهة اللي كانوا فيها. بدأوا يستجوبوه عن كل تفاصيل حياته وعلاقاته، وحسوا إن في خيوط ممكن تربطهم بالحادثة. لما جابوا الشابين للتحقيق كانوا متوترين بشكل واضح، عيونهم كانت مليانة خوف، وكل واحد فيهم كان عارف انه في مشكلة كبيرة. خلال الاستجواب ده بدأت الضغوط عليهم تتزايد، وابتدوا يتبادلوا النظرات زي ما كانوا بيفكروا في ايه الخطوة الجاية. فجأة واحد منهم انفجر واعترف: احنا اللي عملنا كده. التصريح كان زي القنبلة على المحققين. استنوا يكملوا الشباب، وقالوا ان هم كانوا على علاقة مع نبوية في الشقة، وكانت الامور ماشية كويس، الا
لما يجي عم حسن ويشوفهم على المنظر ده، فقرروا يتخلصوا منه، ولما حاولت نبوية تهرب خلصوا عليها هي كمان وحطوهم على السرير علشان يبدو ان هي موتة طبيعية. وطبعا كانت صدمة كبيرة للجميع، وتم تحويلهم للمحكمة وتم الحكم عليهم بالإعدام. وطبعا قصتنا انتهت، ولكن القصص لسه ما انتهتش. كان معاكم عمرو سليمان، في أمان، مع السلامة.